بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في بر الوالدين. عبد العزيز المنصور من أهالي الشعرة. ونعم. الشعرة هذه ديرة تبعد عن الدوادمي 35 كيلو. أنا حول المنطقة لكن الجمال في كل مكان يعني. نعم. يقول نشأنا وأبوي عنده مزرعة، وهالمزرعة هذه هي يعني اللي ناكل منها واللي نشرب منها واللي نلبس عنها. وكان أبوي إذا احتاج أما بذور ولا مثل بعض الأمور، في تاجر عندنا في الديرة يروح يتسلف منه، والتاجر يسلف على الحصاد. فيقول إذا جه نهاية السنة ما بقى لنا إلا كيس أو كيسين وسنين، وأبوي طال عمرك يسجل له التاجر في هالدفتر وهالدفتر ما خلص، وهالمزرعة ما تسنها لنا. أنا عمري 16 15 سنة، أخوي اللي بعدي ما بيننا إلا عام، لكني والله اشتقيت يوم أشوف أبوي إذا جاء وقت الحصاد فرحان فيه، ولا التاجر جاي طال عمرك بعماله ياخذون حصادنا كله. يقول شيء يمزع القلب مزع. هو أبوي منكسر لكنه ما يقدر. سمعت عن موضوع أرامكو والعمال اللي يسجلون في أرامكو، قلت له أخوي إيش رايك نروح نشتغل عمال ونفزع لأبونا؟ قال هداء توكل على الله. يقولوا واستأذن أبوي ويأذن لي، ونجي لين وصلنا الرياض ونسأل عن المواتر اللي تودينا الشرقية ونروح لها. يقولوا نجي للشرقية ويشغلونا عمال. أخوي في مكان وأنا حطوني على التانكي حق القار. التانكي هذا حق القار اللي يرش الشارع، يكون عليه نار ومذاب وصهريج. أنا حطوا لي مركب من وراء أفتح الحنفية هذه، إذا قال لي الرجال افتح الحنفية فتحتها والسيارة تمشي، نرش الله يعزكم كار نزفلة الطرق. أنا أمسك يدي اليمين في الصهريج هذا من وراء، ويدي اليسار أفك فيها الحنفية. إذا قال لي افتح أذرني تغافلت ولا يدي اليسار تحت الحنفية، وتصلخ 3 أصابع التحتية ذي كلها ما يبقى إلا العظم. أعوذ بالله. القطوني ودوني، أنا لي الحين 6 شهور من بديت أشتغل، دخلوني مستشفى رامكو، ولا والله الوضع وضع صعب جدا. قالوا هذا لازم يودى مستشفى خارج السعودية، أقرب لا ما لهم المستشفى في بيروت تبع متعاقدة مع شركة رامكو. يقولوا ودوني لبيروت، وقعد 6 أشهر بين عمليات تجميل وبين هذا. أبوي ما يدري عني ولا حد يدري عني، أخوي يدري بس إني قلت له لا ترسل لهم ولا تطرش لهم شيء. 6 أشهر أو سنة قاعد في العمليات التجميلية حتى رد الله سبحانه وتعالى بعض الأمور. يوم رجع قالوا أنت ما عاد تصلح على التنكر، أنت بتشتغل في مكان ثاني. يقول حطوني عند واحد أمريكي في بيته أشتغل معه وأنظف معه، فيشوف يدي قالوا شو أنت؟ قلت أنا اللي انصلخت يدي ودوني. قال طيب ليش ما أعطوك تعويض؟ قلت أنا لي تعويض؟ قال إيه هذه أرامكم ما هي لعب. يقول ولا والله يا نايم قم. يقول يوم رحت ولا والله إدارة المحاسبة في تعويض يسمونه تعويض إعاقة في العمل. يقولوا يحسبون رواتبي ولا 6500 ريال. يقول 6500 ريال شيء ما حد يتخيله، سبحان الله، شيء فوق الخيال. وهم تلقاهم يدورون العشرة يقول ريال. يوم عطاني إياها ولا يطري علي إلا اللي مدين أبوي. يقول واجي الفورمان هذا حقيقة أنا أبي إجازة. قال ايش عندك؟ قلت ضروري تكفى، أنا ما شفت أبوي بروح أطمن عيدي. قال وهو يسمح لي ب20 يوم. يقول واجي له خيي، قلت بتروح معي؟ قال لا يا أخوي أنا بقعد. يقول أنا أركب على الرياض ومن الرياض على الدوادمي لين وصلت الشعرة. يقول أنا يوم وصلت وانصى التاجر ما رحت لأبوي. قلبه يا شوف البر يا رجل، أنت ومالك لأبيك. نعم. يقول كل ما أتذكر هالمحصول يروح منا وأشوف دمعة أبوي تنزل، يقول الدنيا ذي كلها أنا ما همني إلا أبوي، أنا محور حياتي أبوي، هل يصرف علينا. يقول واجي للتاجر قلت كم دين أبوي؟ قال أنت الحين مالك سنة من رحت وتسدد دين، لو تقعد 10 سنين في أرامكم ما سددت. قال أقول عاطني. يقول أكثر عليهم مصدق مكذب. يقول هو ينزل الدفتر ولا حدود 2200 ريال. ولا والله ذاك مترهي 2200 يعني مستحيل. يقول أنا أطلعها من بطني، يقول والف له 2200 واعطيه اياه. قال انت سارق؟ قال خذ فلوسك ولا لك دخل، امسح اللي على ابوي.
يقول هو يمسح اللي على ابوي كله. يقول وانا اجي لابوي ادخل عليه ولا هو يفطر. هلا ولدي هلا، يقول افطر معه واحب راسه. يقول عسى ما اشر، يقول انا اوريه صيبعاتي. قلت يا ابوي ترى هذا ما صار وهذا ما صار، وهذا الحمد لله لله، وبشرك انها رجعت يعني الى حد ما، وصرفوا لي تعويض. وتراني رحت لابن فلان سماه ودقيته ب 2200 ما له. وانت كم يكفيك بذر واعلاف والاشياء هذه اللي محتاج؟ قال والله 800 ريال او 1000 ريال تكفيني المحصول كامل بين بذور وبين هذا. قالوا هذه 2000 ريال يا ابوي. يقول واروح لامي واعطيها 300 ما ادري 400 ريال. ايه يقول تراني جايب كسوه لخياتي، وكل واحده نعطيها بقشه فيها دريريعه وفيها عباه وفيها منها ما يحتاج. يقول فرحتهم بالشيء اللي انا دخلت عليه، يقول شيء ما تتخيلونه، فرحه ما بعدها فرحه. في هالبيت الطين وهالظروف الصعبه سبحان الله، اللي احسن الله لي النيه اني ارجع واسدد عن ابوي. يقول هو ابوي يرفع يدينه، قال لي الله يا ولد ان الله سبحانه وتعالى ينشر خيرك، وان الله يرزقك، وان الله يفتح عليك ويعطيك لين يرضيك انت وخيك، والله انك رافع راسي وبيض الله وجهك انك خليتني انام ما علي دين. يقول ابوي يبتسي وانا اسمع منه وفرحان. فرحان اني كنت ولد صالح اني اساعد ابوي وافرحه وادخل السرور على قلبه. يقول يوم اخذت 5 ايام قلت يا ابوي العمل يطلبني. قال حافظك الله يا ولدي. قلت تبي شيء؟ قال ما عاد شيء، لحفتني ولبستني يا ولدي. يا سلام. يقول وانا اركب طرقي وللرياض ومن الرياض على الشرقيه. يقول يوم جيت الشرقيه بقى معي من القريشات ما ادري 1700 او 1600 ريال. يقول انا يصير عندنا يوم اجازه فانزل السوق عند حقين بياعين العقار وهذا. يقول واجي لي عند راعي. قلت وش الشيء اللي تحس ان فيه استثمار؟ قال والله عندنا على بربع ريال الاراضي الفانيه وانا احس ان لها مستقبل. قلت هذه 1700. يقول ما اشوف الا دعاء ابوي سبحان الله العظيم. يقول حط 1700 بربع ريال في اراضي ورا الثقبه. يقول يوم اخذت شهرين ولا هالمكتب يتصل قال تبيع بنص. قلت انا والله ماني محتاج وعندي راتب وابوي الحمد لله والشكر لله نظام اموره زينه. يقول واخليها 2 سنين. يقول وتصير ب 11 ريال. لا اله الا الله من ربع ريال ب 11. يقول وابيع واشتري وابيع واشتري. يقول يوم اكتفيت والحمد لله فتح علي الخير فتح. يقول دعاء ابوي اشوفه في عملي، دعاء ابوي اشوفه في تعامل مديري معي، دعاء ابوي اشوفه في راتبي وبركته، الله، في صلاتي، في عبادتي، في حفظ النفس. يقول صارت لنا ظروف وصارت لنا يعني اغراءات في الرشاوي وفي العمل وفي هذا كلها ما ارى فضل الله ثم فضل دعاء ابوي. يا حب. يقول والحمد لله والشكر لله. يقول وابيع الاراضي ويصير عندي املاك في الشرقيه وارجع للدوادمي وعنده اسواق وخير في الدوادمي ما توفى الا قريب. عبد العزيز المنصور واخوه الظاهر انه يا سليمان يا اخوان اذا رفع ابوك يده للدعاء لك وهو انت كاشف النظر عنه ولا موسع صدره والله العظيم ما ترد ما تحجب. هي من ال3 ادعيه اللي حزري على الله انه ما يردها، دعاء الوالد لولده. وهذا جيته والوالده جيته ومديون وادخلت عليه السرور وما تدري قلبت حاله بين حزن الى فرح بين يا رجل والله ما يردها ربي. والله ما يردها. والله العظيم ان تلقى الخير كله جايك. والله هذا ما احببت اشارك فيه القصه الثانيه واسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصص وجزاكم الله عنكم. الله يعطيك العافيه ابو عبد العزيز. إصابة ضرر يعني سبحان الله، رب ضارة نافعة. وهذه الضارة النافعة. وبر الوالدين رسالة للجميع اللي عنده أبوه وأمه، والله العظيم من مصدر سعادتك بطاعتهم، ما هو بمصدر سعادتك انك تقعد مع اخوياك بالاستراحة اللي والله العظيم وبالله الكريم لو تسخن 99% هم ما تشوفهم ولا ينشدون عنك أصلا، لأنه هو مشغول بأخوياه اللي غيرك بالاستراحة كل يوم يضيفهم ويجلس معهم ويضحك، ما مهتم بك إلا أمك وأبوك. واحذروا من دعوة الوالدين، لا تنرفز أمك وأبوك. الحاجة الثانية أعيدها وأكررها ودائما أقولها، لو أبوك ملياردير وأمك تملك النون وما يعلمون، لو تجيب له شيء بريال والله أنه يعده أعلى من ثروته هذه كل أبوها. الأبو والأم يحبون الولد ولا البنت اللي لا منهم دخلوا البيت ولا بيديهم شيء ويمدوا لهم شيء، يحبونهم ويبون الولد ولا البنت اللي فيهم إحساس وفيهم حنية عليهم. على كلامك أول شيء